النهاردة التلات 9 سبتمبر الدولار قرر يعمل دايت وينزل في البنوك المصرية. وصل في كذا بنك أقل من 48 جنيه، وده خلى السوق هادي كده زي واحد لسه قايل يا جماعة خلونا نروق شوية. بالنسبة للبنوك فهي كالتالي: البنك الأهلي المصري 47.95 جنيه للشراء و48.5 للبيع. في بنك مصر 47.96 جنيه للشراء و48.6 للبيع. في بنك الإسكندرية 47.94 للشراء و48.4 للبيع، أرخص واحد في الشلة. في مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه للبيع. الدولار عندهم لابس بدلة ورافع راسه. في البنك المركزي بقى 48.15 جنيه للشراء و48.29 جنيه للبيع، عامل زي الحكم بين البنوك. ايه اللي بيحصل؟ الدولار فضل يتراجع وكسر ال 48 في اكتر من بنك. الخبراء بيقولوا ان البنك المركزي ماشي بسياسة مالية ماسكة العصاية من النص، وده اللي مهدي السوق ومخلي التضخم نفسه يريح شوية. التوقعات بتقول ان الدولار متوقع يفضل يرقص حواليا 47.9 ل 48.3 جنيه في الايام الجايه، الا لو حصلت مفاجاه اقتصاديه تخليه يلبس ترنج ويجري تاني. سؤال ليك بقى عزيزي المشاهد، انت شايف الدولار ناوي يكمل نزول ولا دي حركه تمويه وهيطلع تاني لفوق ال50؟